السلام عليكم لا فامي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فهاد الفيديو هذا درتو صراحه حيت وصلني شحال من ميساج في البريفي، شحال من دري كنت جاوب شو هكا في لا بريفي كيسولني كيفاش انني تعلمت اللغه الالمانيه. الدراري اللي عندهم انتريسي انهم يتعلموا اللغه الالمانيه ولا اللغه الانجليزيه ولا اي لغه. فهاد الفيديو هذه غادي نبارطاجي معكم صراحه واحد التجربه ديالي الشخصيه، كيفاش انني قدرت نتعلم اللغه الانجليزيه في واحد الوقت اللي كان قصير بزاف، واللغه الالمانيه حتى هي في واحد الوقت اللي كان قصير. هاد لا ميثود هادي صراحه مانسبيريا من كيفاش الدري الصغير كيتعلم اللغه. يعني الدري الصغير فاش الله كيتزاد ما كتكون عنده حتى شي فكره على اللغه الام ديالو، ولكن كيقدر انه مع الوقت يتعلم ليها بواحد يعني كيتعلم ليها دغيا. وهاد الطريقه هادي مبازيه بنسبه 80% على السمع. نعاود لكم القصه ديالي مع الانجليزيه. صراحه اللغه الانجليزيه كاي واحد يلا خرج من المدرسه تيكون عنده واحد الباجاج اللي على قد الحال يعني داكشي اللي تعلمتيه في المدرسه يلا ما كيكفيش فاش كتلاقى مع شي واحد كتبي تكومونيكي معاه، ما كيكونش عندك واحد الباجاج اللي تقدر انك دير تبني واحد الكومونيكاسيون. وصراحه عندي واحد الدري، واحد الصديق ديالي اللي غادي نذكروه بالخير في هذا الفيديو هذا، الدري نبيل، اللي عنده واحد لونغلي نقيه يعني خلاها بونو. عنده واحد لونغلي اللي كانت نقيه فاش كنخرجوا كنتلاقاو مع كذا ناس اجانب، كان كيقدر يهضر معاهم بواحد الطريقه اللي فلايسيك، كان كيهضر بلونغلي مزيان. وانا كان عندي داك الباجاج ديال المدرسه، يعني كنت كنلقى صعوبه باش انني نبني واحد الكومونيكاسيون اللي ستابل. هادشي صراحه اللي موتيفاني. هادشي باش زوين يكون عندك شي دري صاحبك اللي فايتك في شي حاجه هكا كيموتيفيك انك دير واحد ستيب. وهادشي اللي خلاني صراحه انني نديفلوبي. يعني هنا بدات واحد الحاجه اللي هي الخطوه الاولى، هي الرغبه. يعني تكون باغي تبني واحد الحاجه ولا تتعلم واحد الحاجه. هنا بدات عندي هذه الرغبه هذه، باغي نتعلم اللونجلي. فاش بديت كنبحث صراحه علميا، يعني في المنهج العلمي لقيت باللي الطريقه السليمه اللي الطبيعه ديالنا البشريه تقدر تتعلم بها يعني لغه جديده هي عن الطريق ديال السمع. يعني خصك دير واحد الكونسوماسيون لواحد اللغه عن الطريق ديال السمع. وهادشي اللي درت، يعني وليت كنتصنت بزاف لي بودكاست. صراحه كنتصنت الاغاني قبل، والاغاني يعني واحد الطريقه اللي خاصه بالنسبه لي انا. هذه كنهضر لكم على تجربه شخصيه، يعني يقدر واحد اخر الاغاني كيعاونوه، ولكن انا كانوا الاغاني صراحه ما كيعاونونيش بزاف. يعني كان كيخصني نكتب اللايريكس ونحفظهم ديال الطريقه الوحيده اللي هذا. ولكن بلي بودكاست كنت كنتصنت بزاف، كنت كنتصنت لي بودكاست حيت كتولي كتسمع لواحد اللغه اللي واحد اللغه اللي بيور، يعني ما فيهاش واحد الانستري ولا كذا. كتولي كتسمع الكلمات خارجين مزيان وهذا، واخا ما كتفهم والو، يعني ماشي ضروري انك تفهم. فضل الفيديو هذا غادي نبازي بزاف على اللغه الالمانيه، حيت صراحه شحال من واحد كيسولني على اللغه الالمانيه. نفس الطريقه باش تعلمت اللغه الانجليزيه، نفس الطريقه تقريبا طبقتها على اللغه الالمانيه. غادي نبدا معكم ستيب بير ستيب. كما قلت لكم، الخطوه الاولى هي انك تكون باغي. الخطوه الثانيه هي انك تكونسومي اللغه في ودنيك. يعني من الاحسن كنفضل كذا لي بودكاست ولا اخبار ولا اي حاجه تكون فيها هضره، ولا افلام تكون فيها هضره بلا انستريمون بلا حتى شي حاجه. تولي كتدخل ديك اللغه واخا ما كتفهم والو. انا في الاول فاش بديت كنتعلم اللغه الالمانيه كنكون مريح في القهوه ولا في الطوبيس ولا كذا، ديما داير لي كيج وكنحاول انني نكونسومي ديك. كنبدا نتصنت لي بودكاست. واخا ما كنتش كنفهم صراحه في النيفو ديالي في اللغه الالمانيه، ما كانش نيفو، يعني كما كنعرف والو. كنت داخل لواحد المدرسه ماشي ضروريه المدرسه الا كنتي باغي دير الدبلوم. صراحه انا هذا هو الهدف، اللي هادشي اللي كان خلاني زعما علاش دخلت المدرسه. ولكن كنت داير غير 2 حصص في السيمانه، يعني ما تعلمت لراسي. الاهم هو انك تكونسومي واحد اللغه بواحد الطريقه اللي مينيموم واحد 2 3 سوايع في النهار. يعني خصك تبقى تسمع ليها بزاف واخا ما كتفهم والو. الخطوه الثالثه اللي مهمه بزاف، كاملين كنعرفوا باللي الدماغ ديالنا ولا العقل ديالنا هو جوج. يعني عندنا الوعي العقل الواعي والعقل اللاواعي، ولا الكونسيوس مايند والسيب كونسيوس مايند. هذا العقل اللاواعي هو اللي خصنا نستغلوه، حيت فاش كنكونوا ناعسين العقل ديالنا الواعي كيكون ناعس، ولكن العقل اللاواعي ولا السيب كونسيوس مايند ما يكونش ناعس. كنقدروا اننا نستغلوه في اثناء النوم. وهنا كاين واحد، فاش غتدخل اليوتيوب غادي دير learn German ولا learn English while sleeping
ولا تعلم اللغه الانجليزيه اثناء النوم، تعلم اللغه الالمانيه اثناء النوم. غادي تدخل اليوتيوب غادي تلقى بزاف ديال لي فيديو اللي غالبيه كيكونوا ما بين ساعتين حتى 5 السوايع. هاد لي فيديو هادو بغيك فاش كتبغي تنعس كندير المهم كدور في الانستغرام باغي تنعس حتى هذا خدم لا فيديو وقربوا لودنيك وخليه ناس. انت فاش كتكون ناس كيولي كيتعاود فهاد لي فيديو هادو غالبا كيكونوا هكا، كيكونوا اما كلمات اما جمل. كتكون جمله مثلا باللغه الانجليزيه وكتعاود باللغه العربيه، هلو هاو ار يو، اهلا كيف حالك. انت ناس كتكونسومي هادشي هذا. ماشي انك غادي ديرو نهار ولا يومين ولا سيمانه وغيتسنى النتيجه. هادشي خص ضروري الكونسيستنسي، ضروري خصك الاستمراريه. يعني هادي واحد البروسيس اللي على الاقل فيها واحد 3 شهور، فهمتي؟ مع 3 شهور عاد باش غادي تبان لك النتيجه. ما يمكنش ان تبان لك النتيجه في السيمانه الاولى. وهاد الخطوات اللي قلت لكم راه ساهلين، يعني ماشي ما كيطلبوش منك واحد الايفور. انك تبدا تسمع لواحد الحاجه وانت في الطوبيس ولا ما كدير انك تبقى تصنت ليها، راه ماشي ما يخصكش دير حتى شي ايفور. فاش كتكون الناس راه ما كدير حتى شي ايفور، حط حداك التليفون، راه هادشي راه كيعاونك بواحد الطريقه اللي ما يمكنش انك تخيلها. كما قلت لكم راه العقل اللاواعي ولا السيب كونسيس مايند راه هو اللي كيدير لنا واحد 90% ديال داكشي اللي كنديرو اللا ارادي، راه هو اللي كيتكلف به. الخطوه الثالثه اللي حتى هي ولا الخطوه الرابعه اللي حتى هي مهمه، ضروري خص يكون عندك واحد النوت بوك، واحد المذكره صغيره. كاين اللي كيكتب كلمه بكلمه، ولكن انا كنفضل صراحه جمله بجمله كنت كنكتب فيها جمله بجمله. ماشي ضروري انك ترجع ليها، هو الا رجعتي لها راه مزيانه، لكن عندك وقت ورجعتي وبديتي كتقرا هذا. ولكن راه غير في ديك اللحظه فاش كتكتب ديك هاو ار يو وكتكتبها عاوتاني بالعربيه، راه درتي بعدا واحد المجهود، واحد الافي باش انك تعقل على هذيك الكلمه. يعني ضروري انك تكتب، ضروري ان يكون عندك واحد المذكره كتكتب فيها الجمل. كنفضل صراحه الجمل على الكلمات، حيت الجمله كتعقل عليها اكثر من كل كلمه. هذه حتى هي واحد القضيه اللي مهمه بزاف اللي كنت كنديرها. حاليا انا بادي صراحه غير فور فان كنتعلم اللغه الاسبانيه. صراحه عندي وقت، واللغه الاسبانيه هي لغه قريبه للفرنسي، يعني لا عندك الفرنسيه تقدر تعلم لها. مازال ما وصلت فيها واحد النيفو، ولكن كنطبق نفس هاد الخطوات هادو. وانا متاكد من هنا 7 شهور ولا 8 شهور غادي نولي كنهضر باللغه الاسبانيه. يعني هذه واحد الطريقه اللي خدامه معايا، انا خدامه معايا 100%. يقدر تخدم معاك وكنتمنى انها تخدم معاك. الخطوه الخامسه اللي هي لا كومونيكاسيون، ضروري انك تبراتيكي. فاش كتكون كتجمع واحد الباكاج، هو كاين عندك واحد الباكاج في الراس، عندك واحد يعني الدماغ ديالك راه داخلين ليه بزاف ديال الكلمات، ولكن خصك تستعملهم. حيت فاش كتستعمل دوك الكلمات يعني كيوليو كيترسخوا ليك في الدماغ ديالك. هذا مشكل صراحه كان عندي انا في الاول، يعني ما كنلقاش مع من نكومونيكي. كيخصك شويه ديال السنطيحه، يعني الا كنتي ساكن في منطقه ساحليه تبقى تمشي عند الكوار، تبني معاهم واحد الكومونيكاسيون اللي هي بسيطه. يعني تسولوا كيفاش جاتك البلاصه هذه. هادشي اللي كنت كندير انا، كنت كنهبط لحظه البحر كيبان لي شي كاوري ولا هذا ولا شي جروب، كنحاول انني نبني معاه واحد الكونفرساسيون. هادشي كنت كنديرو صراحه حتى مع في الالمانيه. كيبان لي شي واحد معاه تيبان لي كنسمع شي واحد كيهضر بالالمانيه، كنمشي عنده كتبني مع واحد الكونفرساسيون اللي بازيك، كي داير، لاباس عليك، كلشي مزيان، كي جاك المدينه، كي جاك المغرب، هادي. حاول انك تهرس داك الهاجس، حيت اون فوا تهرس داك الهاجس صافي الدماغ ديالك يعني كتقدر انك تخرج الكلمات اللي محتاجهم في الوقت ولا الحاجه الثانيه هي الشاط. ولكن دابا في 2013 2023 كاينه صراحه، كاينه واحد الحاجه اللي ريفولوشن، يعني واحد الحاجه دابا حاليا اللي غتقدر تعاونك في كل شيء، اللي هي الاي اي ولا الذكاء الاصطناعي. صراحه وانا كنقلب لقيت واحد الاي اي اللي غادي نبارطاجيه معكم. انا كنستعملو نيت حاليا باش انا نتعلم اللغه الاسبانيه كما قلت لكم. سميتو توك باد اي اي. كاين ويب سايت، كاين ابليكاسيون للتليفون. وتقدر تستعملو فور فري، يعني تقدر تستعملو فابور، ولكن عندك الحق ديال 15 دقيقه في اليوم. يعني 15 دقيقه هي اللي عندك الحق انك تستعمل فيها هذا الابليكاسيون هذا. ولا تقدر تخلص $5 في الشهر، يعني 50 درهم في الشهر راه والو. انا صراحه كنخلص 50 درهم، 50 درهم في الشهر راه والو. تقدر ديك الساعه كتستعملو بواحد الطريقه اللي فري، تقدر تعملو كما بغيتي.
هاد الاي اي هذا شنو فيه؟ هو بحال الواتساب، يعني كتولي كدير واحد الكونفرساسيون مع واحد الذكاء الاصطناعي. كتختار لي سوجي، كاين فود، كاين توريست، كاين كذا كذا بزاف ديال لي سوجي. كتدخل لواحد السوجي وكيبدا يسولك، كيصيفط لك ميساج بحال الواتساب، كيصيفط لك ميساج وات وول يو ايت، ولا وات يو لاف تو ايت توداي، ولا شي حاجه بحال هكا، شنو بغيت تاكل اليوم. وكتجاوب انت باوديو وكيعاود يجاوبك، يعني كدير معاه واحد الكونفرساسيون. وهذه واحد القضيه اللي صراحه غادي تعاون بزاف ديال الدراري، حيت هاد الكومونيكاسيون شحال من واحد عنده فيها مشكل ديال ما كيلقاش مع من يكومونيكي. غنخلي لكم في الديسكريبسيون، غادي نخلي لكم اللين ديال هاد الاي اي هذا. صراحه غادي ينفعكم. الا عندك شويه ديال الفلوس انفيسي، الا عندك شويه ديال الفلوس انفيسي $5 ولا 50 درهم في الشهر، والو. تقدر تستعملو النهار كامل، يعني تبقى تجمع معاه في مواضيع كثيره. سينو حاول انك تبروفيتي ديك 15 دقيقه اللي كيعطوك فابور، تخرج فيها الماكسيموم. غد لي عاوتاني عاود هذا، حيت فاش كتهضر، فاش كتخرج لهذا راه غادي ينفعك. سينو قلب على الدراري، راه كاين بزاف الدراري في المغرب كيهضروا بلونجلي بواحد الطريقه اللي زوينه، ولا باللغه الالمانيه، ولا حسب اللغه اللي باغي تعلم ليها. حاول انك سميتو. ولكن هاد الكومونيكاسيون كتجي من بعد، يعني ضروري خصك دير هاد لي زيتاب اللي قلت لك في الاول، هما الاولين تبدا بهم. السمع تولي كتصنت، وهاد سميتو. حاول انك دير هذا عندك عاده يوميا، دير واحد ساعتين ريح في القهوه، ولا كتمشى. واخا ماشي ضروري تكونسونطر، راه ماشي ضروري تكونسونطر شنو كيتقال. يعني غتلقاو باش انه ودنيك يولفوا، ودنيك خصهم يولفوا. فاش غادي تنعس دير هاد القضيه هادي ديال تعلم اللغه الفلانيه اثناء النوم. حطو حدا ودنيك. راه لحد الان انا باقي كندير هاد القضيه هادي، مثلا مع الاسبانيه بديت كنديرها. المهم التليفون يكون حدا ودنيك باش تسمع هذا. وحاول انك تاخذ دي نوت، وحاول انك تكومونيكي مع شي واحد. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. نتمنى انه يعني نكون فدتكم واحد شويه. و till the next one, peace out.